سلام، انا نسيم وانت عم تتابع مقهى الرياضه. بهذا الفيديو رح نتكلم عن ريال مدريد وفالنسيا بالسوبر الاسباني. رح نعمل لمحه سريعه جدا عن بطوله السوبر وشو وضعيه الفريقين وشو هي التشكيل المتوقع للفريقين، ايضا شو هي خيارات زين الدين زيدان ومين المرشح ليصعد للمباراه النهائيه، وايضا عن البث المباشر. مثل ما تكلمت بالفيديو الشامل عن السوبر الاسباني، تم تغيير المسابقه من بطل الدوري وبطل الكاس لحتى يصيروا 4 فرق، واللي هن بطل الدوري ووصيفه وبطل الكاس ووصيفه، وفي حال تكرر واحد من هدول الفرق بيلعب ثالث الدوري، واللي هو هي النسخه كان معنا صدفه انه ريال مدريد كان ثالث الدوري، فلذلك تأهل ليلعب كأس السوبر الإسباني. القرعة جمعت بين ريال مدريد وفالنسيا، راح يلعبوا بالثامن من يناير على أرضية ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وستنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية الأولى وأيضا على موقعنا مقهى الرياضة. تذكروا هذا الشيء، راح أحط لكم رابط البث بالتعليق المثبت إن شاء الله قبل انطلاق هذه المباراة. خلينا نحكي يا جماعة الخير بداية عن فالنسيا ووضعه، بعدين بنروح عند ريال مدريد ووضعه. فالنسيا فينا نقول انه هو ربما يكون الحصان الاسود للبطوله، هذا الشيء وارد كونه نحن عم نتكلم عن كره قدم. فالنسيا لما واجه ريال مدريد انتصر بالوقت الاصلي، ولكنه ريال مدريد ادرك التعادل عن كريم بنزيما ابو ابراهيم بالوقت الاضافي. لما لعب مع اتلتيكو مدريد احرز تعادل، لكنه خسر لما واجه برشلونه بملعب الكامب نو، وهذا شيء اكيد طبيعي كونه عم تواجه برشلونه على ارضه، فالمباراه صعبه جدا. ومن ناحيه ثانيه الخفافيش راح يفتقدوا لواحد من اهم لاعبينهم، اذا ما كان الاهم على الاطلاق، هو رودريغو مورينيو، واكيد نقلنا لكم هذا الخبر بسبب الاصابه. اما من ناحيته ريال مدريد فبيقدم مستويات ممتازه جدا جدا. انا شخصيا حكيت هذا الشيء بحصاد السوبر الاسباني الكامل، وتكلمت انه ريال مدريد انا برشحه كاول للبطوله، مع انه في فرق كجوده هي اعلى مثل برشلونه هو الاعلى جوده، ولكن انا بشوف انه ريال مدريد هو المرشح الاكثر والاوفر حظوظا. السبب انه ريال مدريد بدا الموسم بشكل سيء، ولكنه عم يمشي بنسق تصاعدي رهيب جدا ومرعب، وعم يقدم لنا اداء ممتع بكل معنى الكلمه، عم يعطينا كره ممتعه. اللهم عنده مشكلتين حاليا، واللي هن الاصابات، والمشكله الثانيه واللي هي اساسيه وهي عدم قدره ريال مدريد على ترجمه الفرص لاهداف فقط. ما عنده غير هالمشكلتين عفوا، شويه اصابات وانه ما بيحسن يترجم الفرص لاهداف. هو بيخلق كم هائل من الفرص، ولكن داخل الصندوق ما بتترجم، حتى انه ببعض المباريات ما بيحسن يخلق فرص، وهذا الشيء حصل بالمباراه الاخيره للاسف. يعني مع انه النتيجه ما بتعكس هذا الشيء اللي حصل 3-0، ما بتعكس لك انه ما في كم عملاقه من الفرص، لا هي كانت كبيره ولكن مو عملاقه مثل العاده، ولكن ما تم ترجمتها نهائيا لاهداف، ونهايه اجت الحلول من فاران ومن مودريتش. طيب خلينا هلا نحكي عن التشكيل المتوقع للفريقين، بعدين بدي هيك اصفن شوي معكم انا جماعه المدريديستا ونحكي عن توقعاتي لسير هي المباراه. بدايه من فالنسيا، عنده غيابات، رودريغو مورينيو هو الوحيد، بتوقع يبدا بال4-4-2 المعتاده، سيليسن كحارس، باوليستا وجاراي كقلوب دفاع، واس على اليمين وجايا على اليسار. الرعب واس وجايا يا جماعه، لاعبين رائعين، استمتعوا فيهم عن جد استمتعوا فيهم. ايه بعرف انا بتتمنى انه ينتصر ريال مدريد على فالنسيا، ولكن هدول اللاعبين ممتعين للغايه. امامهم كل من كوكين وبايخو، توريس على اليمين وسولير على الجبهه اليسرى، وامامهم الثنائي جوميز وجاميرو. هيك بتوقع يختار مدرب فالنسيا لهي المباراة. أما بالنسبة للريال فزيدان مع الغيابات اللي صارت وكم اللاعبين اللي عنده، لأنه واضح أنه استدعى كل الفريق. أنا انتظرت هذا الفيديو ما صورته حتى يعلن القائمة المستدعات كلها للمملكة العربية السعودية حتى أعرف شو عنده خيارات زين الدين زيدان. زيدان حاليا عنده تقريبا 4 خيارات، وبالنهاية راح أختار لكم التشكيل اللي بتوقع أنه هو يبدأ أساسي. طبعا بالأربع تشكيلات راح يكون كورتوا حارس، أمامه فاران وراموس، كارفخال على اليمين، وفيرلاند مندي على الجبهه اليسرى. هلا هون بيجي الشغل عندنا بالاربع تشكيلات بالامام. السيناريو الاول انه يبدا امام هذا الرباعي كاسيميرو، ثم توني كروس وفالفيردي على خط الدائره، وامامهم كل من فينيسيوس جونيور ورودريغو خلف لوكايوفيتش. السيناريو الثاني كمان كاسيميرو، امامه كل من فيدريكو فالفيردي وتوني كروس على خط الدائره، وامامهم ايسكو ورودريغو تحت لوكايوفيتش. اما السيناريو الثالث انه يبدا بكاسيميرو، امامه ايضا فيدريكو فالفيردي وتوني كروس على خط الدائره، امامهم ايسكو تحت ثنائي هجومي واللي هن راح يكونوا كل من رودريغو وفينيسيوس جونيور. اما السيناريو الاخير واللي بيستبعده نوعا ما، وهو انه يكون كاسيميرو امامه كل من توني كروس وفيدي فالفيردي، امامهم لوكا مودريتش وحيدا تحت كل من رودريغو وايسكو. هذا كمان خيار متاح وربما يطلع براس زيدان ويعمله. طيب انا لشو بميل اكثر شيء؟ انت يا نسيم شو ببالك؟ شو ممكن يبدا زين الدين زيدان بهي المباراه؟ شو الخطه؟ شو التشكيل؟ انا يا جماعه الخير بميل للخيار الاول، كورتوا، فاران، راموس، كارفخال، فيرلاند مندي، كاسيميرو، توني كروس، فيدي فالفيردي، فينيسيوس جونيور، رودريغو، وامامهم لوكايوفيتش كمهاجم وحيد، واللي هي 4-3-3
2-1. طبعا على الورق 4-3-3. هذا التشكيل اللي انا بميل له، وبتوقع انه زين الدين زيدان عم حاول قدر الامكان حاول ادخل لعقليه زين الدين زيدان وكيف يفكر. فانا بشوف انه هي الخطه هي بتجمع اعلى جوده ممكنه حاليا، لانه انك تخرج لوكا يوفيتش صح انه ما جرب كثير. شوفوا اصابه بنزيما، انا فرحت لها وبنفس الوقت زعلت يا جماعه الخير. فرحت انه بنزيما انصاب لانه راح نشوف لوكا يوفيتش اساسي، ولكن اصابه بنزيما في إلى ناحيه سلبيه ثانيه، واللي هي اولا واهم شيء انه كريم بنزيما اضافته خرافيه جدا من الناحيه التكتيكيه. اللعب كمهاجم وهمي، ما عندك ولا لاعب خارق باداء دور المهاجم الوهمي باستثناء كريم بنزيما. على فكره كل الناس بتفكره هو القناص الوحيد والهداف، لا حبيبي، كريم بنزيما له ادوار تكتيكيه واللي هي صناعه اللعب والدعم لخط الوسط وترحيل المدافعين بشكل متكرر اثناء المباراه لاتاحه الفرص القادمين من الخلف. هي ادوار ما حدا بيحسن وما حدا بيجيدها بريال مدريد باستثناء كريم بنزيما. الناحيه الثانيه واللي هي ان لوكا يوفيتش ما انعطى فرصه اساسا، فانت راح تقحمه فورا بسوبر اسباني. اتفقنا على هي النقطه، انه لوكا يوفيتش اصلا يعني نحن تمنيناه ولكن اجى فورا على السوبر الاسباني، يعني مشكله هي. فما بعرف شو راح تكون نتائجه، ولكن بتوقع انه زين الدين زيدان يميل لهذا الخيار، انه يعطيه ثقه لهذا اللاعب ويحط وراه لاعبين سريعين حركيين جدا بحيث ما يجبره كثير يرجع للخلف. راح يكون هون الدعم لخط الوسط من رودريجو وفينيسيوس اكثر من انه لوكا يوفيتش نفسه يرجع. فراح تلاحظوا انتم اثناء مسير المباراه انه الخطه هيك بتشعر انه هي 4-5-1، ولكن لا، هن رودريجو وفينيسيوس هن اللي راجعين للخلف للمسانده. انا هذا الخيار اللي بميل له بصراحه. ما بعرف انتم شو رايكم. وبالنسبه لانه مين بينتصر، انا برجح كفه ريال مدريد للامانه. فالنسيا ممكن يكون الحصان الاسود بالبطوله ممكن، ولكن فالنسيا لا يمكن ينتصر بهيك مباراه، وخاصه مباراه اقصائيه، الا بتوفر شرطين: يكون فالنسيا بافضل احواله وبحضوره الذهني الكامل، تمام. الشرط الثاني واللي هذا صعب يتوفر، انه يكون خصمه باسوأ احواله، وخصمه ريال مدريد. وبتذكروا اخر مره التقوا بالسوبر الاسباني، ليس هنا يا فالنسيا، بصوت المعلق الشهير. اكيد كلياتكم تذكرتوا هاي اللقطه لما انتصر ريال مدريد ب9 لاعبين على فالنسيا لما كانوا الخفافيش عزهم. مباراة لن تمحى من ذاكرة أي مشجع لكرة القدم، وليس المدريديين فقط، وليس مشجعين فالنسيا اللي ناموا مبكرا وقتها. فلذلك أنا برشح ريال مدريد بدرجة عالية جدا، وبالمباراة الثانية برشح برشلونة بنسبة خفيفة، ولكن كوني بتمنى أني أشوف كلاسيكو بالنهائي حتى نستمتع جميعا. هذا رأيي الشخصي، حطوا لي آراءكم بالتعليقات من ناحية التشكيل وأيضا نتيجة المباراة. لا تنسوا البث المباشر راح يكون على القناة السعودية الأولى، وأيضا على موقعنا مقهى الرياضة. بشوفكم إن شاء الله تعالى بعد المباراة. سلام.